عسلامة. كتابنا اليوم رواية حقيقية لتجربة غريبة، تجربة القتال والإرهاب. الرواية للكاتب هادي أحمد، عنوانها كنت في الرقة هارب من الدولة الإسلامية. أكيد من العنوان نفهم موضوع الرواية. قوة الرواية أنه يحكيها شاب عاش فعلا ضمن تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية في سوريا، واللي تعرف بداعش. قوة الرواية زادة أنه الشاب حكينا على تجربته من غير حتى ضغوطات، حب ينقل كل ما عاشه وشنو اللي وقع في المكان، وحكينا زادة على حياته في طفولته مراهقته وشبابه، واللي كانت ربما الأسباب دفعته أنه يمشي للقتال. في الواقع الرواية هذه قريتها قبل وعودتها توا بعد اللي صار في سوريا، وبعد اجتياح الكيان الصهيوني للأراضي السورية، بعد صدور الأحكام في قضية الشهيد البراهمي. ربما هو الخوف اللي خلاني أعيد قراءة الرواية، ولا قناعتي أن هذا الفكر الدموي مازال متغلغل في سوريا وفي العديد من البلدان العربية بما فيهم تونس. أهمية كتاب كنت في الرقة هي سرد تفاصيل الخروج من تونس والحياة في الرقة ومع داعش، تكشف خطورة التطرف الديني اللي أنتج الإرهاب. بعد قراءة الرواية بقى السؤال اللي بالحق نطرح فيه ديما، هالتجارب المخيفة هذية وين ماشيين بها؟ بالحق فعلا احنا توا يحاكموا في ناس، هي كانت عندنا محاكمة في تونس، هم الأشخاص اللي سهلوا عملية المشي لسوريا والانضمام إلى ما يسمى بتنظيم داعش. ننصحكم بقراءة الرواية وإن شاء الله تكونوا بخير.